في عالم مليان ألوان، كل خربشة وراها قصة. ومعاكم في خربشة فنية هنغوص سوا في تفاصيل الأعمال الفنية ونكشف خباياها. وفي حلقتنا هنتعرف على حكاية أغنية من أشهر أغنيات السيدة فيروز، عهدير البوسطة. والبوسطة في لبنان يعني الأتوبيس، وحملاية وتنورين محطتين في واحدة من قرى لبنان. الأغنية كانت لزياد الرحباني ابن فيروز وعاصي الرحباني، واللي قرر ينفصل عن المؤسسة الرحبانية وكون فرقة مسرحية قدم من خلالها مسرحيات فنية، وفي واحدة منها كتب عهدير البوسطة وغناها في أحداث المسرحية المطرب اللبناني جوزيف صقر سنة 79. وسمع عاصي الرحباني الأغنية وعجبته، وطلب من ابنه إن والدته فيروز